ازيك يا اصحابي، عاملين ايه؟ أنا النهارده جاي في مطعم مميز جدا، جاي نص دستة. واصحابي امبارح كنت في المدرسه قالوا لي ان هم جربوا وجبه الاطفال وعجباهم، فانا قلت يعني اروح اجرب، اشمعنى هم يعني. فايه احنا هنجرب وجبه الاطفال، ويلا بينا نجرب وجبه الاطفال. هي دي يا جماعه وجبه الاطفال اللي هم بيقولوا عليها بقى، ومكوناتها بتتكون من سندوتش شاورما، ومن اختيارك فراخ او لحمه، بس انا كشخص يعني اخترت اللحمه عشان بحب اللحمه اكتر. وفيها تاني عصير، وفيها فرايز، وفيها لعبه، وفيها مجله. تعالوا نفتح بقى نشوف الشكل الجميل العلبه، شكلها حلو قوي. ده السندوتش، ادي الفرايز واللعبه والعصير، ووريكم بقى السندوتش بشكله. ده شكل السندوتش، تعالوا كده بس. هو ده المحتويات، جواها طحينة والشاورما اللحمة وبقدونس والحاجات دي يعني اللي بتتشوي. يلا بقى ندوق، بسم الله. طعمه حلو جدا، طعم النعناع باين، واللحمة مش بتعض، وطعمه مظبوط. والسندوتش بصوا يعني مخبوز حلو، لا طعمه حلو. اديه 9.5 يعني عجبني كده. تعرفوا بقى هما بيقولوا عندهم بطاطس مميزة بقى، هي دي شكلهم، بيقولوا ان هي تخينة، هي دي شكلها. تعملوها طعمها حلو جدا، من جوه طرية ومن بره مقرمشة، يعني ايه عشان هي تخينة فمن جوه طرية. والعصير واللعبة بقى، هي دي اللعبة، هي دي اللعبة. شكلها هي ساعة حلوة صراحة. يا جماعة انصحكم ان انتوا تجربوا وجبة الأطفال من عند نص دستة، حلوة جدا وهتستمتعوا، وخلوا أطفالكم يجربوا. ويلا سلام مع متابعين الشيف صغير. سلام. قبل ما امشي كده لقيت زحمة على الحوش، فقلت برضو نجرب، يعني مش هنخسر حاجة. ده الحواوشي، ده حواوشي لحمة، ده شكله صراحة صغير بس مليان حشو كتير قوي. يلا ندوق. جماعة طعمه جميل جدا جدا، اللحمة جوسي، العيش مقرمش بس مش مقرمش قوي، واللحمة يعني كده طعمها حلو يعني، ومليانة يعني في حشو كتير. فبصراحة الحواوشي بتاعهم حلو جدا. بصوا الحشو قد ايه، طبعا هو سخن مولع، شايفين؟ بصراحة الحواوشي عجبني جدا جدا، اديله 10/10. جبت برضه حواوشي فراخ بشكله، هندوقه بقى. طعمه حلو، والعيش برضه مقرمش وعليه سمسم من فوق، بس سمسم بسيط، واللحمة متبلة تتبيلة حلوة، وبرضه السندوتش مليان. فعجبني بصراحة الحواوشي، برضه اديله 10/10، عجبني جدا. تجربة حلوة جدا جدا مع نص دستة. أنا أنصحكم جدا إن انتوا تيجوا تجربوا الحواوشي، بصراحة جربوه. باي باي.